أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب أهله، فنسخ الله ذلك وأباح الله لكم أيها المؤمنون في ليالي الصيام جماع نسائكم، فهن ستر وإعفاف لكم وأنتم ستر وإعفاف لهن، لا يستغني بعضكم عن بعض. علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه فرحمكم وتاب عليكم وخفف عنكم، فالآن جامعوهن واطلبوا ما قدر الله لكم من الذرية وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل، ثم أكملوا الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس، ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون في المساجد لأن ذلك يبطله. تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله بين الحلال والحرام فلا تقربوها أبدا، فإن من اقترب من حدود الله يوشك أن يقع في الحرام. وبمثل هذا البيان الواضح الجلي لتلك الأحكام يبين الله آياته للناس لعلهم يتقونه بفعل ما أمر وترك ما نهى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا يأخذ بعضكم مال بعضكم بوجه غير مشروع كالسرقة والغصب والغش، ولا تخاصموا بها إلى الحكام لتأخذوا طائفة من أموال الناس متلبسين بالمعصية وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك، فالإقدام على الذنب مع العلم بتحريمه أشد قبحا وأعظم عقوبة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك أيها الرسول عن تكوين الأهلة وتغير أحوالها، قل مجيبا إياهم عن حكمة ذلك إنها مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم كأشهر الحج وشهر الصيام وتمام الحول في الزكاة، ويعرفون أوقاتهم في المعاملات كتحديد آجال الديات والديون. وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها حال إحرامكم بالحج أو العمرة كما كنتم تزعمون في الجاهلية، ولكن البر حقيقة بر من اتقى الله في الظاهر والباطن، ومجيئكم للبيوت من أبوابها أيسر لكم وأبعد عن المشقة، لأن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالعمل الصالح لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه والنجاة مما ترهبون منه.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا ابتغاء رفع كلمة الله الذين يقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله، ولا تتجاوزوا حدود الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ أو بالتمثيل بالقتلى ونحو ذلك، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيما شرع وحكم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. واقتلوهم حيث لقيتموهم وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة، والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم من القتل. ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يبدأوكم بالقتال فيه، فإن بدأوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم، ومثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم، إن الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صد للناس عن سبيل الله ولا كفر، ويكون الدين الظاهر دين الله، فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله فاتركوا قتالهم، فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة 7 هو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنة 6. والحرمات كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام يجري فيها القصاص من المعتدين، فمن اعتدى عليكم فيها فعاملوه بمثل فعله، ولا تتجاوزوا حد المماثلة، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده. وخافوا الله في تجاوز ما أذن لكم فيه، واعلموا أن الله مع المتقين له بالتوفيق والتأييد. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيله، أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم، وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم، فيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأدوا الحج والعمرة تامين مبتغين وجه الله تعالى، فإذا منعتم من إتمامهما بمرض أو بعدو أو نحو ذلك فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم لتتحللوا من إحرامكم، ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحل فيه ذبحه، فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع، وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من شعر رأسه كقمل ونحوه فحلق رأسه بسبب ذلك فلا حرج عليه، وعليه أن يفدي عن ذلك إما بصيام 3 أيام أو بإطعام 6 مساكين من مساكين الحرم أو بذبح شاة توزع على فقراء الحرم. فإذا كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عامه فليذبح ما تيسر له من شاه أو يشترك 7 في ذبح بعير أو بقرة، فإذا لم يقدر على الهدي فعليه صيام 3 أيام من أيام المناسك بدلا منه، وعليه صيام 7 أيام بعد رجوعه إلى أهله، ليكون مجموع الأيام 10 كاملة. ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم. واتقوا الله باتباع ما شرع وتعظيم حدوده، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره.